في أوقات بتحس إنك مبسوط، الدنيا جميلة قوي والحياة وردي، بس مش فاهم ليه مبسوط كده. وأوقات تانية تحس إن أنت متضايق ومخنوق فجأة، وإن الدنيا تقيلة ومفيش سبب، بس المشاعر دي بتبقى موجودة. النهاردة هنفهم إزاي نزود الفرحة جوانا، والسعادة الحقيقية مش المؤقتة، السعادة اللي جواك أنت. الدراسات بتقول إن في 4 هرمونات مسؤولة عن السعادة بشكل كيميائي واضح. أولهم هرمون الدوبامين، اللي هو هرمون المكافأة. الدوبامين بيشتغل لما تنجز حاجة مهما كانت بسيطة، تنجز شغل في البيت، تنجز تمرين رياضي، تنجز مهمة معينة. الإنجاز بيولد السعادة، بيحسسك براحة، بيحسسك بقيمة، تحس انك عملت حاجة فعلا ومشيت خطوة جديدة. ازاي بقى نحافظ على هرمون السعادة؟ اهم نقطة ان احنا نعمل خطة بسيطة كل يوم، ونكتب فيها 3 مهام واضحة وسهلة، وكل ما تنجز مهمة علم عليها علامة صح بالقلم كده، وحس بالإنجاز حتى لو حاجة صغيرة. كل خطوة بتنجزها فعليا بتاخد دفعة من الدوبامين، ومع الوقت هتلاقي نفسك أهدى نفسيا، أسعد داخليا، أقوى ذهنيا من غير سبب ومن غير مجهود. بس الكلام ده تعمله بانتظام وباستمرار. تاني هرمون هنتكلم عنه النهاردة هرمون الاندروفين. ده هرمون السعادة اللي بيظهر لما تحس بألم جسدي وتتعب من تمرين عضلي، ولما تتمرن وتتعب شوية ويجيلك ألم في دماغك، ساعتها بيفرز هرمون الاندروفين علشان يسكن الألم. بس الغريب إنه مش بيسكن الألم بس، ده كمان بيفرز إحساس بالنشوة والسعادة. ساعات بتقعد في قعدة عائلية تحس إن أنت بتضحك جامد، بتضحك من قلبك، ضحك متواصل، بتفتكر مواقف عينيك دمعت. ده الاندروفين، تعرف إن هو شغال. الضحك القوي اللي من القلب ده بيخلي جسمك يفرز الهرمون ويحسسك براحة وصفاء نفس. يعني باختصار، كل وجع بسيط أو ضحكة صافية أو تمرين عضلي بيساوي دفعة هرمون من الاندروفين. عايز تحس براحة نفسية؟ اتحرك كل يوم، اضحك من قلبك، شارك ناس بتحبهم، خلي يومك فيه ضحك وفيه حركة. لما بتخصص وقت يومي لأي حركة بدنية حتى لو بسيطة، رياضة خفيفة أو حتى مشي، هتفرق معاك كتير جدا. ولو تقدر تروح الجيم يبقى ممتاز جدا. التمرين القوي بيحفز الجسم، بيفرز اندروفين، يعني يرفع المزاج ويقلل التوتر. جسمك يتعب بس دماغك تهدى وتروق، تحس براحة ونوع من النشوة جواك فعلا. وفي كمان مصدر غير متوقع، ناس كتير بتقول أنا لما عيطت استريحت جدا. وده حقيقي، إن البكاء وسيلة تفريغ طبيعية، بتقلل الضغط وبتهدي العقل وبتسكن الأحاسيس. لأن البكاء بيحفز مستقبلات الألم، يعني جسمك بيفرز هرمون الاندروفين علشان يهديك ويخليك مرتاح. ما تكتمش دموعك، لو مضغوط جدا سيب نفسك تبكي. دموعك مش ضعف، ده تفريغ صحي وسلاح نفسي. يعني بكاء، تمرين، ضحك، كل دي طرق ان انت تفرغ الحاجة اللي جواك، تولد السعادة بشكل طبيعي. ساعات كتير لما بتسلم على شخص بتحبه وتبصله بصة كده بابتسامة حقيقية، تحس ان انت فرحان. ده هرمون اسمه هرمون المودة والدفء. ده بيقوي العلاقات، بيخلي القلوب تحس بالأمان وتنبسط بصدق. علشان كده لازم تختار دايرتك بعناية شديدة. خلي حواليك ناس بتحبك، ناس حقيقية، ناس تثق فيهم. وجودك معاهم فيه شفاء، فيه طمأنينة، فيه سعادة. الهرمون ده بيزيد جدا لما تعمل حاجة تحس ان انت فرحان بيها، ولو بسيطة بس أثرت. لما تكون مثلا في قعدة صحاب وحد من صحابك قعد يحكي
ازاي وقفت جنبه وهو في شدته؟ ساعتها بتحس بقيمة، بتحس بفخر، بتحس انك مش عادي، ليك اثر في حياة غيرك. يعني فعلا المال مهم، بس الصدقة بتشتري السعادة بصدق داخلي مش بس مؤقت. ساعد غيرك بحكمة، حتى بكلمة أو بدعوة أو بابتسامة، النتيجة دايما سعادة عميقة وثقة قوية. الهرمون ده بيفكرنا إن السعادة مش دايما أخذ السعادة الحقيقية في العطاء وفي الإحساس بالأثر. يعني عايزة أقولك إن دماغنا بتتبرمج واحدة واحدة بالتكرار والتدريب، مش بيحصل في يوم وليلة، بس بيحصل فعلا لما تدرب عقلك يوميا على البهجة، على الامتنان، على الإنجاز، على الحب. دماغك بتتغير وتحس بسعادة. السعادة مش هدية جاهزة ولا حد هيقدمها لك فجأة. السعادة دي قرار بتبدأه مع نفسك وتبنيه بإيديك، ولا تربط سعادتك بشخص معين ولا ظرف خارجي. انت المصدر السعادة، انت سبب السعادة. في حاجات بسيطة جدا بس تأثيرها كبير، زي الضحك، زي الرياضة، زي الصحبة الحلوة، زي المشي، زي الإنجاز. المشي في الشمس شوية بيفتح النفس وبيفرز هرمونات الراحة والهدوء. كون إن أنا أكتب إنجازاتي كل يوم مهما كانت صغيرة، ده بيقوي الثقة، بيغذي السعادة عندي وبيقويها. الخلاصة بسيطة: كل يوم في فرصة تعيش مبسوط، بس محتاج تشوفها بوضوح وتختار تمسك بيها. المفتاح في إيدك. السعادة مهارة، واللي بيتدرب بيتغير فعلا. مع الوقت هتكتشف انك بقيت اذكى في اختيار السعادة. وانت النهاردة عرفت في الفيديو ان السعادة مش صدفة ولا حظ، ده قرار واعي. لما تعرف ايه اللي بيسعدك وايه اللي هتكرره وامتى هتحس اكتر وتعيش اهدى. عرفنا كمان ان ممارسة الرياضة مش بس صحة، دي كمان راحة نفسية وصبر داخلي وقوة ذهنية. الحياة صعبة وفيها ضغوط وفيها هموم، بس الرياضة بتفلتر التفكير وبتفك التوتر. زي التلج لما بيسيح، زي التلج لما بيسيح بهدوء بسيط وبدون صوت كده بالظبط. الهموم بتدوب بالحركة والوعي. السعادة مش بعيدة، بس محتاجة وعي، محتاجة تكرار، محتاجة تبني روتين حقيقي يريح قلبك وينور عقلك. لو حسيت بفايدة أو لو الكلام حسيت فيه براحة، يبقى ما توقفش هنا. ياريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة وخطوات السعادة واحدة واحدة. كل فيديو هيكون أداة هتساعدك تمشي في طريق الهدوء والثقة بالنفس والسعادة الحقيقية. يا ريت تكتبوا لنا، قولوا لنا حسيتوا بإيه وإيه أكتر حاجة لمست قلبكم في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.